حبايبي طلبة بريب 1، أهلا بيكم. النهاردة معادنا مع ليسون 11 في الجيومتري. هناخد مع بعض الترانزليشن احنا أخدناه قبل كده في جريد 6. سهل جدا، مش هناخد فيه معلومات كتير زيادة. هو نفس اللي احنا أخدناه قبل كده، هنعيده مع بعض كده بسرعة. هنفتكر ازاي كنا بنعمل ترانزليشن لبوليجون. لو عندي تراينجل اسمه ABC وكنت عايز اعمل له ترانزليشن، اهم حاجة عشان اعمل الترانزليشن يكون عندي اول حاجة دايركشن يعني اتجاه، تاني حاجة ماجنتيود. هنا بيقول لي عايز يعمل ترانزليشن ل ABC في اتجاه الري اللي اسمه MN وبمقدار او ماجنتيود MN، يعني بالماجنتيود اللي هو المسافة من الام لحد الان. كنا بنعمل ايه؟ كنا بنرسم من ال A ومن ال B ومن ال C 3 ريز بيكونوا بارلل لل MN. يعني من ال MN برسم بارلل لاين كده. طبعا انا برسم بالتقريب، حضرتك بتستخدم الرولر وبتستخدم التراينجل عشان تعمل الباراليزم زي ما اتعلمنا قبل كده. انا برسم كده يعني بالتقريب، والجزء بتاع الرسم ده مش بيجي في الامتحان، ما تقلقوش. احنا اللي هيجي في الامتحان هو اللي على الكوردينيت بلين. بالشكل ده انا كده رسمت 3 ريز باراليل للام ان. طيب بعد كده هعمل ايه؟ عايز اعرف الماجنتيود اللي هعمل بيه الترانزليشن. الماجنتيود انا بستخدم الكومباس عشان اعرف المسافة من الام للام. اهو بالشكل ده انا كده فتحت الكومباس على قد المسافة بالظبط. هقف عند نقطة A كده وهعمل ري اهو، قطع ارك ولا ايه، قطع الري اللي انا رسمه، وهقف عند نقطة B بالشكل ده. برضو هعمل ارك وهقف عند نقطة C وبرضو هعمل ارك. يبقى انا كده حددت A داش و B داش و C داش اهو. A داش وهنا B داش وهنا C داش. هرجع باستخدام الرولر هوصل ال A داش بال B داش بال C داش بالشكل ده. طبعا هنلاحظ ان التراينجل ABC congruent to triangle A dash B dash C dash، وطبعا ال AB قد ال A dash B dash وال AB parallel لل A dash B dash، وكمان ال AC equal ال A dash C dash وال AC parallel لل A dash C dash، وكذلك ال CB are equal C dash B dash وال CB parallel لل C dash B dash. اهم جزء بقى في درسنا لما يجي يقول لي find the image of points A اللي هي 2 5 و B نيجاتيف 4 و 3 و C اللي هي 2 و 0 باي ترانزليشن. هنا بيديني الترانزليشن رول، بيقول لي ان X و Y هتكون X بلس 2 و Y ماينس 3. كل اللي انا هعمله عند كل بوينت لما اجي اجيب الايمج هاخد الاكس هعمل عليها بلس 2 والواي هشيل منها 3 او هعمل لها ماينس 3. طيب ال A عندي هي 2 و 5، تبقى ال A داش ال X هعمل عليها بلس 2 يعني 2 بلس 2 equal 4، ال Y اللي هي 5 minus 3 يعني 2، يبقى انا كده جبت ال A داش. ال B هي نيجاتيف 4 و 3، طب يبقى ال B داش نيجاتيف 4 بلس 2 يبقى نيجاتيف 2. كل اللي هعمله هعمل هنا بلس 2 وهنا نيجاتيف 3. طيب يبقى نيجاتيف 2 وهنا 0، 3 minus 3 equals 0. طب بوينت سي اللي هي 2 و 0 برضو هكتب هنا بلس 2 وهنا minus 3. طيب يبقى السي داش هتكون 4 ونيجاتيف 3. طبعا لو قال لي ارسم الكلام ده على الكوردينيت بلين، طبعا الموضوع سهل جدا. هنرسم الكوردينيت بلين ونوقع على الكوردينيت بلين نقطة A والA داش والB والB داش والC والC داش. نشوف مع بعض يا حبايبي example number 7. بيقول لي الفيجر اللي قدامي ده regular hexagon اسمه ABCDEF. complete the following: the image of point D by translation DM in the direction of
DM is، يعني عايز الايمج بتاعت بوينت دي لما يكون هعمل لها ترانزليشن. الماجنتيود بتاعي هو الدي ام، يعني دي هتتحرك نفس المسافة بتاعت الدي ام، معنى كده ان دي هتروح للام وفي اتجاه الدي ام، يعني كده الدي هتبقى نقطة ام. عايز الايمج اوف اي اف باي ترانزليشن اي دي. الاي اف عايز الايمج بتاعها لما الاي اف دي هتتنقل نفس المقدار بتاع الدي اي في اتجاه ايه؟ في اتجاه برضو الدي اي. يعني هنشوف الاف هتتنقل في اتجاه الاي دي بمقدار الاي دي، الاف هتتنقل في الاتجاه ده هتروح عند الام، والاي هتتنقل برضو في نفس الاتجاه وبنفس المقدار هتروح عند البي. يبقى الايمج بتاعتي هي ام بي. الام او البي ام. ليه بي ام؟ عشان انا بدأت هنا بالاف. البي ام لان الاي هي اللي راحت للاول للبي وبعد كده الاف راحت للام، يبقى بي ام. عايز الايمج بتاع التراينجل ام سي دي باي ترانزليشن. الترانزليشن المقدار بتاعي اسمه اي اف in direction of اي اف. طيب يبقى هنقل كل نقطة بنفس المقدار وفي نفس الاتجاه. فين الاتجاه بتاع الاي اف؟ اهو. يبقى انا همشي في الاتجاه ده كده. طيب والمقدار بتاعي هو الاي اف الحتة دي. التراينجل اسمه ام سي دي. نقطة ام لما هتتنقل في اتجاه اي اف هتبقى نقطة A. يبقى اول حاجة اول حرف في التراينجل هو A. البوينت التانية C لما هتتنقل في اتجاه EF وبمقدار EF يعني هتروح ل B. بعد كده نقطة D لما هتتنقل D في اتجاه ال EF هتروح هتبقى M. يبقى التراينجل الجديد بتاعي الايمج هو ABM. بعد كده بيقول لي عايز الترانزليشن اللي بيخلي DME the image of MAF. طيب يعني ال MAF ده اهو MAF ده، والتاني اسمه DME. DME فين الاوريجين؟ الاوريجين بتاعي هو MAF بقى MDE، يعني اتنقل من هنا راح هنا، يبقى الاتجاه بتاعي هو FE. يبقى الاتجاه بتاعي FE والمقدار برضه هو FE أو FE is FE in the direction برضو FE بس ray. يبقى التراينجل AFM اتنقل راح ل DEM في اتجاه ايه؟ FE وبمقدار FE. هنا مسائل الكومبليت سريعة جدا. بيقول لي the image of point 2 و 5 by translation. الترانزليشن بيقول لي x plus 2 و y plus 1. طبعا انا هحط هنا فوق ال x plus 2 وفوق ال y plus 1. يبقى البوينت الايمج بتاعتي هتبقى 4 و 6. هنا بوينت اسمها 3 و 2 عايز يعمل لها الترانزليشن x plus 3 و y minus 2. يبقى فوق ال x هكتب plus 3 وفوق ال y هعمل minus 2 او negative 2. يبقى البوينت الايمج بتاعتي هتبقى 6 و 0 لان نيجاتيف 2 بلس 2 ايكوال 0. ذا ايمج اوف بوينت نيجاتيف 5 و 4. الترانزليشن بتاعي x بلس 4 و y ماينس 5. يبقى هاجي عند ال 5 هكتب، عند ال y هكتب ماينس 5 وعند ال x هكتب بلس 4. يبقى عندي نيجاتيف 5 بلس 4 ايكوال نيجاتيف 1 ونيجاتيف 5 بلس 4 برضو ايكوال نيجاتيف 1. يبقى الايمج بتاعي هي نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1. هنا الرول بتاعتي ان الاكس هحط عليها ماينس 2 والواي هتفضل زي ما هي. يبقى نيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 2 ايكوال نيجاتيف 4. الواي هتفضل زي ما هي بنيجاتيف 5.
طيب هنا الايمج بتاع البوينت 3 ونيجاتيف 2، الاكس هتفضل زي ما هي والواي هعمل لها بلس 3، يبقى هكتب هنا بلس 3، والاكس هتفضل زي ما هي، يبقى الايمج هي 3 و1، لان بوزيتيف 3 بلس نيجاتيف 2 equal بوزيتيف 1. هنا بيقول لي choose the correct answer from the given. The image of point negative 2 و 2 negative 1 و 2 by translation الماجنتيود قال لي 3 units in the positive direction of x axis، يعني هعمل بلس 3 على الاكس وما جابليش سيره الواي، يبقى الواي هتفضل زي ما هي، يبقى بوزيتيف 3 بلس نيجاتيف 1 equal بوزيتيف 2، والواي هتفضل زي ما هي يعني 2 و 2. هو ده الايمج بتاعي. The image of point negative 3 و 4 by translation الماجنتيود 4 unit in negative direction of y axis. 4 unit يعني 4 في النيجاتيف دايركشن في الواي اكسس، يعني نيجاتيف 4 هحطها فوق الواي، والاكس هيفضل زي ما هو، حطينا نيجاتيف 4 اهي فوق الواي. طيب يبقى نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4 بلس 4 ايكوال 0، يبقى نيجاتيف 3 و0 هي الايمج اهو. نمبر 3 بيقول لي if A داش ده الايمج هو 3 ونيجاتيف 3 is the image of A by translation. الترانزليشن بتاعي x minus 1 و y minus 4. then the point A is. هنا هو مديني الايمج ومديني الترانزليشن، هاخد الترانزليشن هعكسه واحطه فوق الايمج، يعني هنا x minus 1 هاجي على الاكس هنا بدل ما اعمل minus 1 هحطه بوزيتيف 1، والواي بدل ما هي نيجاتيف 4 هتبقى بوزيتيف 4. طيب يبقى الايه كانت عندي 4 و1، يبقى نمبر بي. طيب في نمبر 4 بيقول لي برضو هو مديني هنا الايمج the image of the point، لا هنا مش مديني الايمج، هو عايز الايمج of point negative 1 و 4 by translation مديني الترانزليشن 3 ونيجاتيف 2، يبقى هكتب هنا 3 وهكتب هنا نيجاتيف 2، هجيب الايمج على طول 3 minus 1 equal 2، وبعد كده 4 minus 2 equal 2، يبقى البوينت الايمج بتاعتي هتكون 2 و 2 followed by reflection in x axis. بعد كده عمل لها reflection in x axis، يبقى البوينت دي هعمل لها reflection، هعمل لها ريفليكشن على الاكس اكسس، طبعا هثبت الاكس يبقى هتفضل ال2 زي ما هي، واعمل اعكس الساين بتاعت الواي تبقى نيجاتيف 2، يبقى الايمج النهائيه بتاعتي هي 2 ونيجاتيف 2، يبقى نمبر دي. في نمبر 5 هنا بيقول لي if the point A ونيجاتيف 1 is the image، يبقى A ونيجاتيف 1 ده الايمج of 2 و 4 by translation x plus 1 و y minus b. طيب فين النقطة الايمج اهي، فين النقطة الاصل اهي، يبقى ال 2 دي المفروض هعمل بلس 1 على الاكس، يبقى 2 بلس 1، وهنا هعمل ماينس بي على الواي. طيب يبقى 2 بلس 1 ايكوال 3، ال 3 ده هو الايمج، يبقى ال A ايكوال 3. هنا B ماينس 4 هو الايمج، يعني B او 4 سوري 4 ماينس B ايكوال الايمج اللي هو نيجاتيف 1. خلاص بقت ايكويشن، اقدر اجيب البي هودي الفور الناحية التانية بالنيجاتيف ساين، يبقى نيجاتيف بي هتفضل هنا، والفور هتروح الناحية التانية بنيجاتيف 4، يبقى كله نيجاتيف 5. هعمل تايمز او ديفايدد باي نيجاتيف 1، يبقى البي ايكوال 5. يبقى انا كده عرفت الاي بكام، الاي ب 3 والبي ب 5، يبقى then A و 3 equal 3 و 5. هنا بيقول لي if A dash is the image of point A by reflection in y axis. طب انا اجيب الاول ال A dash من ال A، انا بعمل reflection على ال y axis، يعني ال y هتبقى ثابتة وال x هيحصل لها ايه، هنغير الساين بتاعتها، يبقى ال A dash هتكون نيجاتيف 2 و 3. طيب بيقول لي بقى then ال A is the image of A dash. ال A دي هي الايمج بتاعت ال A dash by translation. عايز يعرف الترانزليشن اللي خلى ال A image ل A dash. طيب هبص كده هلاقي ال Y زي ما هي ما حصلهاش حاجة.
طيب النيجاتيف 2 عملنا ايه في النيجاتيف 2 عشان تبقى 2؟ عملنا عليها بلس 4. نيجاتيف 2 بلس 4 ايكوال 2. يبقى الترانزليشن بتاعي الواي زي ما هي والاكس بلس 4، يبقى هو ده الترانزليشن. نشوف مع بعض يا حبايبي الاكزامبل ده. بيقول لي draw the triangle ABC whose image is A dash B dash C dash. by translation ال XY بقت X plus 2 و Y plus 3. ناخد بالنا يا حبايبي هو راسم لي ايه؟ راسم لي الايمج. طيب نجيب الكوردينيت بتاع كل نقطة. A dash دي هي 1 و 5، 1 و 5. ال C dash هي 3 و 3، وال B dash هي 2 و 3. ال A dash دي الايمج. عشان اجيب النقطة الاصل اللي هي ال A، كل اللي انا هعمله هاخد الرول دي، هعكس الساين اللي جنب الاكس، يبقى 1 minus 2 يبقى نيجاتيف 1، والواي 5 minus 3 يبقى ب 2. يبقى نقطة A هي نيجاتيف 1 و 2. طيب نقطة B هتكون كام؟ 2 minus 2 equal 0، دي نقطة B. وال 3 minus 3 equal برضو 0. يبقى كل اللي بعمله لما اكون هجيب الاصل، باخد الرول دي بغير الساين اللي جنب الاكس واعمل لها بلس على الايمج، والساين اللي جنب الواي واعمل لها بلس على الايمج. طب نقطة سي، من السي داش ال 3 ماينس ال 2 equal 1، وبعد كده 3 ماينس 3 equal 0. طيب هبدأ احط A داش و B داش، A داش A بس و B و C على الكوردينيت بلين. طيب ال A داش هي نيجاتيف 1 و 2. طيب ادي هنا النيجاتيف 1 وهنا ادي ال 1. هطول الكوردينيت بلين بتاعي في الواي، هطول الواي ده شوية كده، ده الواي داش. طيب هنا نيجاتيف 1 و 2، سوري معلش هطلع فوق، يبقى دي ال A، نقطة A. نقطة B هي 0 و 0 بالشكل ده، يبقى دي نقطة B هي الأوريجين. نقطة C هي 1 و 0، يبقى نقطة C كمان هنا على الإكس أكسس. وبعد كده هجوين ال A بال B بال C عشان أجيب التراينجل اللي هو طالبه مني أهو A B C. يبقى أنا كده جبت التراينجل الأصل وده الإيمج. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة. أشوفكم على خير في الفيديو الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.